يا مساء السعادة والسكر زيادة على كل حبايبنا وكل متابعينا الغاليين. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، غدانا النهاردة هيبقى كباب حلة هنقدمه مع رز ابيض. فقبل ما نبدأ يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا نشوف احنا هنعمل كباب الحلة ده ازاي. هنسمي الله ونقول اول حاجة عندي هنا اللحمة. ممكن كمية اللحمة كيلو لحمة او كيلو ونص لحمة، والمقدار اللي انت هتعمليه. كيلو اللحمة بعمله نص كيلو بصل، وعندي ربع كيلو فلفل، وحوالي 3 حبات او 4 حبات طماطم. بضربهم في الكبة. اول حاجة عندي هنا نزلت بشوية زيت، وبعدين نزلت باللحمة. انا مقطعة اللحمة كلها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفينها كده، يعني بنقطع اللحمة كلها قطع متساوية عشان لما تستوي كلها زي بعضها في وقت واحد. اديت للحمة صدمة لما تغير لون معايا زي ما احنا شايفين. انا كل شوية بقلبها كده. شايفين في بعض اللحمة خدت لون اهي، بقت بني كده. خلاص اللحمة كلها خدت لون معايا زي ما انتوا شايفين كده. بنقلبها تقلبتين كده قبل ما نحط المقادير بتاعتنا. كده خلاص هننزل باول مكون معانا اللي هو البصل، مقطعاه شرايح كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. يعني هي خطواتها سهلة وبسيطة خالص. كده خلاص بغطيها وبسيبها لمدة 10 دقايق. بننزل بالفلفل. طبعا الفلفل احنا مقطعينه سلايس كده، شرايح كده زي ما انتوا شايفين زي البصل. فبقلبه كده، بقلب اللحمة مع البصل مع الفلفل، وبسيبها برضو فترة كده قبل ما احط الطماطم. طبعا هما الثلاث مكونات دولت اللي احنا هنحطهم، مفيش ازيد من كده. انا كده حطيت البهارات، حطيت 7 بهارات وبهارات اللحمة وفلفل اسمر. طبعا احنا عارفين ان الملح بنحطه اخر حاجة علشان هو بيأخر سوى اللحمة، فاحنا الملح هنحطه في الاخر في المرحلة الاخيرة. وبقلب كده اللحمة مع الخضار كده زي ما انتوا شايفين مع البصل والفلفل. وبعدين بننزل عليها بالطماطم اللي انا بشرها، تبشريها او تعمليها في الكبة. يعني مش شرط تبقى ناعمة قوي يعني، او ممكن تعملها زي السلطة كده وتقطعها وتحطها على شرايح زي البصل وزي الفلفل. انا بوريلكم المراحل بتاعتها اهي. المية دي كلها نازلة من الخضار ونازلة من اللحمة. انا لغاية ما حطيتش مية نهائي يعني. لو انت تلاقيتيها نشفت معاكي ممكن تحط لها حوالي فنجان صغير مية، بس انا ما اضطريتش احط مية لان انا بوريلكم اهو. دي المية بتاعتها اللي هي نزلتها، اللي اللحمة نزلتها والخضار نزله. انا بهدي عليها النار وبسيبها لغاية ما تستوي براحتها. انا بوريلكم مراحل السوا اهو كل مرة. شايفين؟ والميه بتاعتها زي ما قلت لكم انا ما حطيتش ميه. لو انت اضطريت تحط ميه وتلاقيتها نشفت جامد معاكي، فانت بتهدي عليها البوتاجاز خالص. عشان برضو لو انت عليت البوتاجاز الميه دي بتنشف، لكن انت هتهدي البوتاجاز لغايه ما تستوي براحتها خالص. وبعدين انا حطيت الملح كده خلاص زي ما احنا شايفين. لما تلاقيتها خلاص دخلت في السوا فحطيت الملح. هقلبها في بعضها كده تاخد غلوتين. شايفين الميه يا جماعه اللي فيها؟ زي ما قلنا لو عليت البوتاجاز عليها هتنشف بسرعة، لكن لازم البوتاجاز يبقى واطي، العين تبقى واطية عليها خالص وهي بتغلي. انا كده حطيت الملح وهسيبها لما تغلي غلوتين وبعدين نقدمها مع بعض. وده حبايبي الطبق بعد احنا ما قدمناه. عملنا معاها رز ابيض زي ما انتم شايفين، جوسي خالص، والصوص بتاعها اللي نازل منها ده. انا اولادي ما عادوش بيحبوا ياكلوا اللحمه الا بالطريقه دي. فيا ريت اللي استفاد من الفيديو يحط لي لايك، واشوف وشكم بألف خير.